عقود إيجار قصيرة وسلطة مفتوحة، يا ترى هو مين اللي هيحمي المستأجر؟ في بيوت كتير عايشة وهي حاسة بعدم الأمان، مش عشان مش قادرة تدفع الإيجار، لكن عشان العلاقة بقت ماشية بعقود قصيرة وشروط بيحطها طرف واحد بس. الملك النهاردة بقى معاه سلطة مطلقة وسلطة كبيرة جدا، يحدد مدة الإيجار زي ما يحب، يزود الإيجار وقت ما يحب، يجدد ما يجددش. يمكن ده قانوني تحت بند الحرية، بس هي دي عدالة؟ لما الإيجارات بتزيد بشكل مبالغ فيه من غير أي معيار واضح، ومن غير أي تطوير حقيقي في العقار، ومن غير ربط ما بين مؤشرات السوق والمؤشرات الاقتصادية، يبقى احنا مش قدام سوق طبيعي، احنا قدام تحويل للعبء كله على المستأجر. الأسرة مش محتاجة سقف وبس، الأسرة محتاجة استقرار. والعقود القصيرة مش بتدي أمان، ده بيخلي الناس عايشة على أعصابها كل كام شهر. خلينا متفقين إن الملكية حق، بس استخدام الحق ده مش معناه يبقى فيه تسلط. وما ينفعش العلاقة تفضل كده، طرف قوي وطرف ضعيف. الدولة قبل كده اتدخلت عشان تحمي المالك لما القوانين القديمة كانت ظالمة ليه. النهاردة الخلل بقى من نوع تاني، المستأجر هو اللي محتاج حماية. احنا محتاجين توازن حقيقي، عقود بمدد معقولة تدي الناس الأمان، والزيادة في الإيجار تكون واضحة ومربوطة بمؤشرات اقتصادية، حماية من الطرد المفاجئ أو الضغط الغير مبرر ده. احنا مش بنقول هنجمد الإيجارات ولا بنسحب حق المالك، احنا بس عايزين يبقى في عدالة، ما يبقاش في طرف أضعف. الدولة اللي الناس فيها عايشة قلقانة مش هتعرف تبني اقتصاد مستقر. ومن هنا أنا رسالتي لأعضاء مجلس النواب، الموضوع ما بقاش علاقة ما بين مالك ومستأجر وبس، ده بقى قضية مجتمع كامل. محتاجين تشريع متوازن يحفظ حق المالك ويحمي المستأجر، لأن السكن أمان، والأمان ما ينفعش يبقى على حسب المزاج.